وبعد قليل سيتم عقد ندوة صحفية من أجل توضيح المعالم الحقيقية وكذلك الواضحة لهذا الإعلان من خلال ندوة سيعقدها وزير النقل واللوجستيك عبد الصمد قيوح. شكرا لك يوسف التببي موفد شدة FM إلى مراكش. شكرا لك على تغطيتك لفعالية المؤتمر الرابع حول السلامة الطرقية المنظم بمراكش. كما جاء في العناوين: ومع اقتراب شهر رمضان يعود النقاش حول ارتفاع أسعار المواد الغذائية إلى الواجهة، حيث تشهد الأسواق المغربية موجة غلاء تثير قلق الأسر، خاصة في ظل تزايد الضغط على القدرة الشرائية. هذه الظاهرة التي تتكرر سنويا تعود إلى مجموعة من العوامل، أبرزها زيادة الطلب، المضاربة، ارتفاع تكاليف الإنتاج والنقل، إلى جانب تأثير التقلبات المناخية على وفرة المنتجات الزراعية. في مواجهة هذا الوضع تتعالى أصوات المطالبين بإجراءات صارمة لضبط الأسواق ومنع التلاعب بالأسعار، وسط دعوات لتعزيز الرقابة وتشجيع الإنتاج المحلي بما يضمن استقرار الأسعار وتخفيف العبء عن المواطنين خلال هذه الفترة الحساسة. الدكتور حسن شطيبي رئيس جمعية تامسنا لحماية المستهلك يوضح في تصريحه لشدة FM الأسباب الكامنة وراء هذا الارتفاع، كما يقترح حلولا ممكنة للحد من تأثيره على الأسر المغربية. مع اقتراب شهر رمضان يشهد السوق المغربي ارتفاعا ملحوظا في أسعار المواد الغذائية، مما يشكل ضغطا على القدرة الشرائية للمواطنين. هذا الارتفاع يعود إلى عدة عوامل متداخلة، من بينها زيادة الطلب، المضاربة، ارتفاع تكاليف الإنتاج والنقل والتغيرات المناخية. في ظل هذه التحديات يصبح من الضروري البحث عن حلول فعالة لضبط الأسعار والتخفيف من وطأة الغلاء على الأسر المغربية. هذه الظاهرة التي تتكرر للأسف كل سنة راجعة لعدة أسباب متداخلة، منها أولا زيادة الطلب مع استعداد الأسر لشهر رمضان، يرتفع الإقبال على المنتجات الغذائية، مما يؤدي إلى ارتفاع الأسعار بسبب قانون العرض والطلب. ثانيا المضاربة والاحتكار، بحيث أن بعض التجار والمضاربين يستغلون الظرف لرفع الأسعار بشكل غير مبرر، خاصة في غياب رقابة صارمة. ثالثا ارتفاع تكاليف الإنتاج والنقل، هذا يظهر جليا مع زيادة أسعار الوقود والطاقة، حيث يؤثر هذه الزيادات على كلفة نقل وتخزين السلع، مما ينعكس سلبا على أسعارها. رابعا التقلبات المناخية، نلاحظ أن المغرب قد تعرض لفترات متعددة من الجفاف وقلة التساقطات المطرية، هذا يؤثر على الإنتاج الزراعي، مما يؤدي إلى نقص في المعروض والارتفاع في الأسعار. خامسا الوضع الاقتصادي، فالتضخم وتقلبات السوق المحلية والعالمية قد تساهم كذلك في ارتفاع أسعار المواد الغذائية. إذن ما هي الحلول الممكنة للحد من هذا الارتفاع؟ أولا يجب تعزيز الرقابة على الأسواق لمنع الاحتكار والمضاربة غير المشروعة، مع فرض عقوبات على المخالفين. ثانيا تشجيع الاستهلاك الواعي من خلال حملات توعوية تحث المواطنين على شراء ما يحتاجونه فقط لتجنب ارتفاع الطلب غير مبرر. ثالثا توفير بدائل مدعمة لبعض المواد الغذائية الأساسية لحماية القدرة الشرائية للمواطنين. رابعا تشجيع الإنتاج المحلي ودعم الفلاحين الصغار لضمان وفرة المنتجات الغذائية بأسعار مناسبة. كذلك يجب على الحكومة أن تقوم بإجراءات استباقية، مثل تخزين كميات كافية من المواد الأساسية وضبط السوق قبل فترة الندرة. ختاما، إن مواجهة ارتفاع الأسعار قبل رمضان يتطلب تضافر الجهود بين الحكومة والتجار والمستهلكين كذلك، فمن خلال تعزيز الرقابة، تشجيع الاستهلاك الواعي ودعم الإنتاج المحلي يمكن التخفيف من حدة الأزمة وضمان استقرار الأسعار، كما أن اتخاذ إجراءات استباقية سيساهم في حماية القدرة الشرائية للمواطنين وضمان مرور شهر رمضان في ظروف مريحة وجيدة للجميع. الدكتور حسن شطيبي رئيس جمعية تامسنا لحماية المستهلك في إفادة خاصة بها شدة FM. تساقطات مطرية مهمة شهدتها جل مناطق